تشهد السعودية انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها 16 غدا الخميس، وستستمر المنافسات حتى 12 آب أغسطس المقبل. تعتب هذه البطولة من أبرز الأحداث الكروية في المنطقة، حيث تجمع أندية قوية ومميزة من الوطن العربي. تم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وسيتأهل صاحب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الثمانية. يتم الاستمرار في البطولة وفقا لنظام خروج المغلوب حتى النهائي، مما يجعل المنافسات أكثر إثارة وتشوقا للجماهير. ومن الملفت للنظر أن قيمة الجوائز في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية تتجاوز 10 مليون دولار، حيث سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ 6 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار. ولن يكون مجرد الوصول إلى دور الثمانية فقط كافيا لتحقيق أهداف مادية للأندية، فالفرق المتأهلة للمربع الذهبي ستحصل على 150 ألف دولار، وحتى الفرق المشاركة في دور المجموعات ستحصل على جائزة قيمتها 100 ألف دولار. مع انطلاق المباريات غدا، ستنطلق أيضا المنافسات القوية في المجموعات. تبدأ المباريات بمواجهة من العيار الثقيل بين السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسيكون لقاء الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي في نفس المجموعة بلا التأكيد مثيرا وحافلا بلا التشويق. من جهة أخرى، سيسعى الترجي التونسي للعودة بقوة بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم المنقضي، إلا أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث سيواجه اتحاد جدة الذي توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي. وبالطبع سيحظى اتحاد جدة بدعم جماهيري كبير خلال هذه المباراة، مما يزيد من تحدي للترجي التونسي في تحقيق الفوز. أما في المجمعة الأولى، فستشهد مباراة مميزة أخرى بين الصفاقسي التونسي والشروطة العراقي، وستكون هذه المباراة فرصة ذهبية للفريقين للظفر بنقاط البداية والارتقاء بمركزيهما في المجمع. يذكر أن نادي الرجاء المغربي حاز على لقب البطولة في آب أغسطس 2021، وذلك بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي في نهائي المسابقة.